السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس خرافة التطور الإنساني. ثم يصنف الداروينيون المرحلة التالية من تطور الإنسان مستخدمين لفظ أي الرجل أو الإنسان ووفقا لإدعاءاتهم فإن الكائنات الحية في سلسلة أكثر تطورا من القرد البدائي. ويخترع الداروينيون خطا بيانيا خياليا للتطور من خلال ترتيب المتحجرات لهذه المخلوقات بنسق معين. وهذا الخط البياني خيالي كما ذكرنا، حيث لم يثبت وجود علاقة تطورية بين هذه الطوائف المختلفة. ويعترف أرنست ماير، وهو أحد أشهر المدافعين عن نظرية التطور في القرن العشرين، بأن السلسلة المتعلقة بتطور الإنسان مفقودة. أن تحديد هذه السلسلة المرابطة على الشكل الذي هي عليه، أي القرد البدائي الجنوب الإفريقي، يليه الإنسان الصانع، يليه الإنسان القرد منتصب القامة، ثم الإنسان العاقل أو الإنسان الحديث. يعني أن كل من هذه الأنواع هو صلف للنوع الذي يعقبه. إلا أن اكتشافات علماء الباليجيو أنثروبولوجيا كشفت أن القرد البدائي الجنوب الإفريقي وما يسمى بالإنسان الصانع وما يسمى بالإنسان القرد منتصب القامة عاشت في نفس الوقت في أماكن مختلفة من العالم. وبالإضافة إلى ذلك فإن قسما معينا من البشر صنفت على أنها من فصيلة الإنسان القرد المنتصب القامة عاشت على فترة قريبة جدا من الزمن. كما أن الإنسان العاقل وإنسان الكهوف نياردرتالي والإنسان العاقل يعني الحديث عاشوا في نفس المنطقة وفي نفس الوقت. ومن الواضح أن هذا الوضع يدحض الادعاءات التي تقول أن هذه الأجناس كانت أسلافا لبعضها. ومع أن عالم الباليجيو أنثروبولوجيا في جامعة هارفارد جاي جولد هو أحد متبني نظرية التطور، إلا أنه يعترف بأن النظرية قد وصلت إلى طريق مسدود، إذ يقول: ماذا يبقى من سلمنا السلسلة المزعومة إذا كانت 3 أنواع من النسل قد عاشت في وقت واحد: القرد البدائي الأسترالي، القرد البدائي جنوب إفريقي، والإنسان الصانع، ولم تكن قد تناسلت من بعدها البعد. بالإضافة إلى ذلك فإن أيا منها لم يظهر أي نسعة تطورية خلال سيادتها على الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.